أعزائي، اليوم أصور لكم بعض أنواع الطيور الذي من زمان كنت أفكر بأن أقتنيهم، وكنت دائما أسمع بأن إنتاج هذه الأنواع من الطيور يحتاج إلى خبرة حتى تقدر أن تنتج منهم، وهذه أول مرة، يعني أول سنة أحاول أن أنتج من هذه الطيور. طبعا داخل هذا العلب يوجد فراخ، وهنا نشوف إن كان فقط طيور جديدة أم لا. نشوف الآن قبل 3 أيام حجلت بعض الطيور. شوف هنا أيضا يوجد طيور، نرى هنا لا يوجد، هنا يوجد فرق فقط جديد، لا أعرف إذا كان واضح أم لا، ليس واضح. هنا أيضا لازم يكون موجود فرق، لا ما موجود به أي شيء. هنا نعم موجود فرق. نشوف الآن من فوق كم فرق لحد الآن. فقط شوفوا كم فرق، 3 أو 4، لست متأكد. ما شاء الله. هسه أنا صنعت هاي الأقفاص أو أعشاش بنفسي. وهنا نشوف كما قلنا، هنا فراخ الذي حجلته قبل كم يوم موجودين. نعم 4 حبات. نشوف الحجل باسمي. نرجع للفرخ. وهذه الطيور أعزائي يعني تعتبر طيور برية، يعني لأن أنا وضعتهم في المطير بشكل طبيعي ولا أمسكهم لا أي شيء. وكما تلاحظون هنا عش جديد. كما تلاحظون أني كنت أطلع قبل 6 أيام يوميا فراغ حتى أشوف حجمهم لكي أقدر بالوقت المناسب أحجلهم، والحمد لله لم يحصل أي شيء. أي أن من يقول أو له الرأي بأن مسك الفراغ أو البيوض أو أي شيء فيه، يعني كما تلاحظون يعني الأنثى لا تحضن البيوض مرة أخرى. هذه الآن نشوف هذا الرأي مع احتراماتي الشديد ليس صحيح، وإنما لازم أن نكون حذرين بالتعامل مع البيوض والفراخ أيضا. شوفوا هاي الفراخ، هذه الأنثى. يوجد نوعين إن شاء الله، كما قلت لأنهم بريين أو أربيهم بشكل بري، يعني مثل الطيور البرية من الصعب أن أقدر أصورهم من قريب، لكن إن شاء الله أنزل فيه الصور. نرى هناك أيضا لا يوجد فيه البيوض، هنا أيضا لا يوجد بيوض.
شوف القش اللي أشكركم ولكم مني التحية.